السلام عليكم. هنعمل من كيلو لحمة مفرومة 2 كيلو كفتة. هنضاعف حجم اللحمة اللي معانا بمكونات كلها صحية، كلها متواجدة في البيت، ومش هتبان طعمها خالص في قلب الكفتة. بالعكس، هتزود لي كمية الكفتة معايا، تطلع كمية كفتة كبيرة، وفي نفس الوقت مش هتبان خالص. ايه هو المكونات دي؟ ده اول مكون معانا. مش هنحط مكون واحد، هنحط اكتر من مكون. ده حمص الشام. الحمص بنجيبه ونغسله وننقعه ونسلقه. بعد ما يتسلق، انا بفضل ان انا احطه في الفريزر يجمد شوية علشان اعرف افرمه. انا بجيب كمية وبحطها بسلقها وبحطها عندي في الفريزر. وقت ما احتاج بخرج افكها بالسكينة كده، بتتفك معايا بسهولة. بعد كده باخدها احطها في الكبة تتفرم معايا. ليه بحطها وهي متلجة؟ علشان تتفرم معايا بسهولة، تبقى مفلفلة كده زي الرمل. لكن لو حطيتها وهي لسه مسلوقة، بتعجن معايا شوية كده في قلب الكبة. من الأفضل إن انتي تحطيها تتفرزيها وبعد كده تفرميها. وقت ما تحتاجي خرجي واعملي. أنا حطيت على كيلو اللحمة المفرومة حوالي، شايفين اللي أنا عملتها في الكبة بتاعت الخلاط. مليت الكبة بتاعت الخلاط 3 مرات وفرمتها. كيلو اللحمة المفرومة يعني حوالي كوباية، 3 كوبايات من حمص الشام على الكيلو المفروم. نزلت بعد كده ببصلاية مبشورة، بصلاية حلوة كبيرة مبشورة ومتصفية من المية بتاعتها، وحوالي معلقة كبيرة من الثوم المفروم. يعني أنا فرمت شوية توم وخدت منهم معلقة. بعد كده هنزل بشوية من الحمص الشام اللي احنا فرمينه. احنا اتفقنا ان على الكيلو 3 كوبايات من حمص الشام المفروم. انا هنزل بالكمية كلها، بس انا نزلت بشوية عشان هاخد بقى الكلام ده كله اللي هو البصل بشوية، بالبصل بالثوم بشوية لحمة كده، بشوية الحمص. هفرمهم في الكبة عشان كله يتفرم وينعم، ما يبقاش البصل باين ولا اي توم باين ولا اي حاجة. طبعا لو عندك كبة كبيرة تقدري ان انت تفرمي ده كله فيه، بس لان المتوفر عندي كبة الخلاط، فالجيش بيقولك اتصرف على قد الامكانيات اللي موجودة عندك، فاتصرفي على قد الامكانيات الموجودة. نيجي بقى للبهارات. 3/4 معلقة كبيرة من الملح، زيها بهارات لحمة، زيها بابريكا، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من القرفة، نص معلقة من الفلفل الأسود. وخدت ده كله وعجنته كويس جدا. طبعا أنا كنت نسيت أحط ربع معلقة من البيكربوناتو أو البيكنج صودا. مش متوفرة عندك، حطي بيكنج باودر اللي هو اللي بتحط على الحلويات ده. حطيت عليه طبعا ربع معلقة وعجنتهم تاني. كده المكونات بتاعتنا خلصت؟ لا، لسه في اضافة تانية. الاضافة دي عبارة عن برغل ناعم. حطيت برضو 3 معالق من البرغل الناعم. هاخدهم كده اغسلهم، بس مش هنقعهم في المية. هغسلهم واصفيهم من المية، وهنقعهم حوالي 3 4 دقايق في مية البصل. دي مية البصلة ان احنا خدنا التفل بتاعها حطيناه على اللحمة المفرومة، وخدنا المية نقعنا فيها البرغل حوالي 3 4 دقايق كده. وبعد كده هاخدها بقى اصفيه من مية البصل واحطه في الكبة علشان افرمه برضو ويبقى ناعم. طبعا لو فرمته في الكبة لوحده كده مش هينعم معايا، فهحط عليه حتة من اللحمة كده، الكبة هتفرمه كويس جدا وهينعم معايا في قلب الكبة. بعد ما فرمته نزلت عليه ب نزلت بقى حطيته في قلب اللحمة، ونزلت عجنتها تاني كويس جدا لحد ما تبقى مطلعة فتل معاكي كده. دي كل المكونات اللي احنا حطيناها على اللحمة. ضعفت لي حجم اللحمة المفرومة وهتطلع لي ضعف الكمية. يعني لو عندك عزومة ما تحتاريش وتقولي كمية اللحمة عندي قليلة، حطي المكونات ديت. شايفين حجم اللحمة ضاعت معايا ازاي؟ بصراحة طعمها كان خطير. مش هيبان طعم المكونات دي خالص في قلب اللحمة. هتاكلي الكفتة كأنك بتاكلي لحمة صافية، بس بتديلها طعم جميل جدا. طبعا بعد ما عجنتها، طبعا صبعتها بقى وشكلتها على السيخ بتاع شوي الكفتة، او اي حاجة عندك تقدري تصبعيها عليها. كده خلاص الكفتة بقت جاهزة ان هي تخش الفرن. انا عملت الصينية دي، وعملت كمان صينية كمان صينيتي. طيب هندخلها الفرن بقى؟ لا، في صوص هنعمله هيديلها طعم تحفة. دي عبارة عن
صلصة طماطم اللي هو طماطم معصورة، أو ممكن تجيبي معلقتين كبار من صلصة الطماطم اللي هي المعلبة. أنا عصرت طماطماية، صفيتها من القشر بتاعها، وحطيت عليها البهارات ملح وفلفل اسود وشوية كمان من بهارات اللحمة. بهارات اللحمة دي بتغني عن بهارات الكفتة وبتبقى طعمها جميل جدا في قلب الكفتة. هقلبهم كويس مع بعض كده. بعد كده هنزل عليهم بإيه؟ بشوية من الشوربة. الشوربة اللي هي بتاعة اللحمة أو بتاعة الفراخ. مش متوفر عندك، هاتي مرقة وسخنيها، سخني شوية مية وفكي المرقة ديت المرقة فيها. وبعد كده حطيها على الصلصة اللي احنا عملناها. هناخد بقى الصلصة ديت أو الصوص ده، نحطه على الكفتة. هيدي للكفتة طعم رهيب. حطي بقى الكفتة في الفرن، يعني مش هتاخد منك حاجة، او ممكن تديها غلوتين كده على شعلة البوتاجاز لحد ما تستوى معاكي وتبقى زي الفل. بعد كده دخليها تحت الشواية تاخد لون. انا حطيتها في الفرن على الصاج من تحت لحد ما تستوى. طلعت معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بس طبعا ما بخليهاش تشرب الصوص بتاعها كله. انا بسيب فيها شوية من الصوص عشان لسه هتحطها تحت الشواية تاخد لون، عشان الصوص ده هو اللي يتبخر، وفي نفس الوقت الكفتة تفضل معايا جوسي وطرية ومتبقاش ناشفة. وبسيب برضو فيها شوية علشان الكفتة ايه تاخد وتدي مع بعضها كده من الصوص بتاعها. بعد كده ممكن تحط لها بقى فحماية وتبقى رهيبة بقى، كأنها كفتة معمولة على الفحم. وكده الوصفة بتاعتنا خلصت، وأترككم في رعاية